وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى وصفة النهاردة، هنعمل كيكة زي ما اتعودنا. احنا قلنا الكيكة دي احنا من عشاق الكيكة، لازم نعملها كل يومين او 3 ايام كده، تكون عندنا حاجة حلوة في البيت. بصوا بقى، النهارده هنعمل الكيكه بابسط واسهل طريقه زي ما اتعودنا مع بعض. كل مره بقول لكم ابسط واسهل طريقه، بس المره اللي بعدها بتكون ابسط واسهل من المره اللي قبلها. احنا عايزين نعمل كل حاجه في الخلاط واحنا واقفين في اقل من 5 دقايق. احسن كيكه واحلى كيكه هتكون جاهزه معانا. يلا نسمي بسم الله ونشوف هنعمل ايه. مبدئيا كده انا هجيب الخلاط بتاعي، هحط فيه البتين الحلوين اللي انتوا شايفينهم دول. بسم الله. حط البيضه التانية. انا خلاص اتعودت ان البيت لازم يكون فيه كيكه بعد الغدا، بالليل، الصبح، في اي وقت. عايزه كوبايه الشاي بلبن او كوبايه الشاي ومعاها الكيكه. انا عاده بحط كيسين من الفانيليا، بس المره دي علشان انا معايا حاجه هتديني طعم غير الفانيليا فهكتفي بكيس واحد. حطيت كيس واحد من الفانيليا. بصوا بقى، المكون الرئيسي اللي معايا النهارده هو قشر السفندي. قلت لكم اوعوا يا جماعه ترموا قشر السفندي. قشر السفندي ده غني جدا جدا جدا، وليه طعم ولون محدش يتخيلهم. طعم ولون وريحه للكيكه بتوديها في حته تانية. هنزل هنا كده بقشر السفندي. بصوا احنا واحنا واقفين بندردش كده هنلاقي الكيكه خلصت في اقل من 5 دقايق كمان. بالنسبة للسكر، انا الكيكات بتاعتي اعتمدت فيها كوباية وربع سكر، لان انا مش بحب ان الكيكة تكون مسكرة جامد. فادي كوباية وادي الربع كوباية. انتي بتحبي السكر بتاعك يكون اعلى من كده مفيش اي مشكلة، حطي كوباية ونص، كوبايتين، مفيش اي مشكلة حسب ما انتي ما بتحبي من السكر. الكوباية اللي انا بعاير بيها هحط كوباية لبن، معلقة سمنة، معلقتين معلقتين من الزيت، وادي المعلقة التانية. يبقى احنا حاطين ايه دلوقتي في الخلاط؟ حاطين بيضتين، وحاطين كيس فانيليا، والبشر بتاع السفندي، وحاطين كوباية لبن، ومعلقة سمنة، ومعلقتين من الزيت. هنضرب الكلام ده كله مع بعض لحد ما احس ان لون البيض ابتدى يكون فاتح جدا معايا وابتدى يعمل رغاوي على الوش، وهقول لكم هنكمل نعمل ايه. اقولك ان في الوقت ده لو عايزه تزودي قشطه او عايزه تزودي زبادي، طبعا هتخلي الكيكه في حته تانية، بس انا للاسف نسيت اطلع القشطه من الفريزر وهتاخد وقت عقبال ما تفك. كده الخليط بتاعي جاهز، اللي انا هبدا احط عليه الدقيق. على فكره انا الدقيق هحطه كمان في الخلاط، مش لسه هستخدم بوله ولسه هعجن او لسه هعمل استخدم المضرب، لا انا هعمل كله في الخلاط. ويلا نشوف هنكمل نعمل ايه. هستخدم 3 كوبايات دقيق، نفس الكوباية اللي انا مستخدماها من اول الوصفة. ادي اول كوباية، تاني كوباية، ادي تالت كوباية. كده انا حطيت 3 كوبايات من الدقيق. هزود عليهم سوري يا جماعة، كيس البيكنج باودر اللي انا كنت حاطاه. سهلة وبسيطة وما فيهاش اي حاجة، تعمليها وانتي واقفة من غير اي تعقيد ولا من غير اي مواعين بقى، ولا لسه هعمل ولا اي حاجة. رشة ملح خفيفة كده. بقى انا هغطي الخلاط وهبتدي ان انا اشغله، ومحضره جنبي كوبايه ميه عاديه جدا من الحنفيه. هبتدي اشغل الخلاط واشوف القوام عامل ازاي. حبه بحبه هنزل بسرسوب الميه كده ونشوف لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. يلا نسمي بسم الله.
انتوا شايفين بقى، بصوا القوام ما شاء الله. في حته دقيق كده من كانت في الجنب نسيت اقلب، بس بصوا بقى القوام بتاع الكيكه طالع مظبوط وتحفه. احنا ولا عجلنا ولا عملنا اي حاجه، احنا حطينا كله في الخلاط والخلاط عمل اللازم. شايفين القوام مظبوط معايا جدا ما شاء الله. بقى انا هنا هعمل الكيكه في الحله، يعني مش كمان بتعملي لنا الكيكه في الخلاط، كمان هحطها في حله. تعالوا نشوف هتطلع عامله ازاي يا جماعه. حله تكون مش واسعه او مش كبيره، وفي نفس الوقت تكون عاليه. هندهنها طبعا ماده دهنيه، وتعالوا نحط فيها خليط الكيكه. بسم الله بقى هنبتدي ننزل خليط الكيكه. زي ما انتم شايفين طالع تحفه، طالع ما فيهوش اي تكتلات، ما فيهوش اي حاجه. انا بس هنزل الحبه اللي في الخلاط دول وهوريكم. بصوا كده الدنيا تمام قوي، حطيتها اهي، مش ناقص بس غير ان هي تدخل الفرن. هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة من ربع ساعة لتلت ساعة. شوفوا الجمال، بسم الله ما شاء الله. الكيكة ارتفعت جامد معايا، مع اني انا مش مستخدمه لها غير بيضتين بس. فكرة ان انا اعمل الكيكة في الحلة تحفة تحفة تحفة. هي ارتفعت، مفيش حتة عالية وحتة واطية، لا ما شاء الله كلها سوا واحد. هي بس انا لسه مطلعاها من الفرن سخنه جدا قوي. الريحه بقى تحفه، الريحه ماليه المكان كده ان هي مستخدمين فيها السفنجي، فريحه الشقه كلها سفنجي، والولاد من كتر ما شامين الريحه مش قادرين يستنوا. فانا مش هقدر اقطعها طبعا وهي سخنه كده، مش هعرف حتى انزلها. تبرد بس وهوريكم. حابه اوريكم ان ده ارتفاع الحله، وهي ما شاء الله واصله لحد فين. ده ارتفاع الحله، وبصوا هي واصله لحد فين. طبعا انا حابه اعتذر عن صوت الدوشه والزعيق والضوضاء اللي انتوا شفتوها في الفيديو ده، بس انا المره دي حبيت اشارك معاكم الفيديو بكل تلقائيه فيه، بكل حاجه كانت بتحصل من غير مونتاج ولا قص ولا اي حاجه. تعالوا بقى مع بعض نقطع الكيكه كده ونشوف قد ايه هي تحفه. على فكره انا كنت بقطعها وهي سخنه مولعه، ما قدرتش اصبر عليها، ولا الولاد كمان كانوا قادرين يصبروا عليها. بصوا ما شاء الله ارتفاع القطع عامل ازاي. بصوا هي عماله تطلع في بخار، لان زي ما قلت لكم انا مقطعاها وهي سخنه. بس حقيقي تجربه الخلاط وان احنا نحط الكيك في الحله كانت تجربه لذيذه جدا وحلوه جدا، واتمنى ان انتوا تجربوها وان شاء الله هتعجبكم. ولو لسه ما اشتركتوش في القناه، يا ريت تشتركوا في القناه وتتابعوني وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. وبس كده.